ولكن حلوة القراءة، يونسك هذا اللاعب يا أخي، والله عنا بارد عليه. محمد قاسم مرة أخرى، هي جول هي جول هي جول هي جول. علاء عبد الزهرة يأتي بالخبر السعيد للشرطة لأبناء القيثارة. هذا القيثارة حلوة أخباره، هذا الشرطاوي يشنغاره، هذا الأخضر معلومة أسفاره، ما تقدر عليه تخسر روحه جايه. قيثارة اسمنا معروف الهوية، على طريقة الجماهير نحتفل بلسانهم. نعم، ما الذي فعله محمد قاسم في اللقطة الماضية؟ تحسها دورية نجدة، اي والله دورية نجدة في ملعب الشعب، تنفذ واجبا وتصيب هدفها. هذا اللي اتحدث عنه، هذا محمد قاسم. شوف لف ودار واخذنا مساحة ومرر بامتياز. الله 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 الله، الشغل كله لمحمد قاسم. نصف الهدف يحسب لمحمد قاسم، ولكن ايضا تحسب لعلاء، والتمركز والتوقع، وبالتالي بالمباشر صعبة على حارس المرمى محمد شاكر، او سجلوا الشرطاويين. يريد ان يحسمها من شوطها الاول بهدف ثاني، يصعب الامور على زاخو، لكن الكرة البينية هذه خطرة، ممكن يعود التعديل، هي جول. اوه مرة اخرى ياسر، جول جول جول. القادمون من أقصى الشمال، من جبال كردستان وخضراء سفوحها، أبناء الخابور يعودون يسجلون، وبالتالي إلى مرمى الشرطة يصلون. هو ياسر قاسم بالتخصص يعود باللقاء لأبناء الخابور بخطأ دفاعي، بهفوة دفاعية، بعدم قراءة بالنسبة لمدافعي الشرطة. زاخو يعود قبل انتهاء الوقت الأصلي وللشوط الأول. هذه التمريرة الساحرة، هذه الحلوة اللي لعبت. شوف أمجد وليد، الله 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 الله، الصناعة ومحمد جواد وتألق أحمد باسل، وبالتالي فريق زاخو يعود بإمضاء محمد قاسم أو ياسر قاسم. هذا ياسر قاسم بالمباشر وبكل ذكاء وبكل هدوء وضعها وسجل هدف تعديل الكفة بالنسبة لفريق زاخو. وهنا فرحة ياسر قاسم بهدف التعديل لزاخو. أمجد وليد ومحمد قاسم، وشاهد اللاعب المحترف اللي اسمه فرانك سيدريك الرقم 99 يشترك. هذا هو فرانك، لا وجود التسلل، ممكن جول 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 جول. البديل الناجح، اللاعب الذي اشترك قبل قليل بأول لمسة يشترك ويصنع الفارق ويعيد زاخو إلى المقدمة ويفاجئ الجميع ويسجل الهدف الثاني بأول دقيقة من عمر الشوط الثاني للمباراة. فرانك سيدريك اللاعب رقم 99 يسجل هدف بالتسعين. جول 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 لمصلحة فريق زاخو. هو فرانك ولا لوكاس؟ لا والله لوكاس سانتوس. نعم لوكاس سانتوس هو الذي سجل هدف المباراة الثاني لمصلحة فريق زاخو في هذه اللقطة. شوفوا التمريرة الرائعة والتوغل وعدم المتابعة، وبالتالي استغل هذا الفراغ بالمباشر في شباك أحمد باسل. زاخو يسجل هدفا مفاجئا، زاخو يفاجئ الجميع وفرحة عبد الوهاب أبو الهيل، وبالتالي زاخو يتقدم. الله، انطوني مجال يا جماعة، انطوني مجال يا جماعة. جول التعديل، الرد الشرطاوي قادم، الرد الشرطاوي قادم. محمد قاسم من أجمل أهداف الدوري، الهدف الرابع من أجمل الأهداف،
سجلوه في دورينا. هدف التعديل لمصلحة فريق الشرطة. الله 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 الله، مباراة حامية بشوطها الثاني، مباراة مشتعلة بشوطها الثاني. الشرطاوي يعزف على وتر الأماني. لم يكن مستوى زاخو في الشوط الأول كما هو معهود، عادوا في الشوط الثاني. كرة خطرة، هو الثالث، هو المواس. قلت لكم الثالث قادم. المباراة لن تنتهي 2-2، والسؤال الذي كان قائما من سيحسم الموقعة يجيب عليه بكل صراحة محمود المواس السوري. يضع الشرطة فوق الراس. أبو شكرية المحمود هو من يسجل. محمود المواس يأبى إلا أن يضع بصمته في اللقاء، يسجل في هذه الأثناء ويعطي الشرطة الأفضلية ويفرح جماهيرهم الأعزاء. وبالتالي هدف قاتل، هدف قاتل للشرطة أمام أنظار السيد أبو الهيل الذي فعل كل شيء في الشوط الثاني. وهذه التمريرة الحلوة اللي كانت محمد داوود لعلي يوسف، والدربكة أمام المرمى أو المواس. محمود المواس لدغها دفعها وقالها روحي ودخل للشباك وخلصينه. والثالث سجلينه، وبالتالي الثالث للشرطة، وصارت 3-2. القيثارة الخضراء يأبون إلا أن يضعوا بصمتهم في اللقاء، يعزفون على أجمل الأوتار، يعزفون أجمل الألحان، ويسجلون من أجل النقاط الثلاث.